جدا. الارانب لقحت على عمر 3 شهور. الارانب لقحت على عمر 3 شهور من غير ما نعرف ومن غير ما ناخد بالنا، حاجه بالصدفه كده. ماشي. هوريكم بالظبط الارانب بعد ما ولدت حجمها قد ايه، لقحت ازاي. هي عمر 4 شهور دلوقتي ووالده. حلو. وهنتكلم عن اضرار الولاده الاضرار التلقيح بدري في الارانب، وهوريك عملي. الارنبه ولدت وقامت بالسلامه، يعني في ميزه حصلت وفي عيب حصل. هوريك دي وهوريك دي عملي. هوريك التهاب الدرع اللي ظهر الاول عملت فيه ايه بسرعه جدا. تعالوا معايا. بصوا يا جماعه، انا عندي الدفعه، عندي الارانب البابل الصغيره ديت. ماشي. الارانب البابل الصغيره ديت والارانب الفلان الصغيره ديت عمر 4 شهور. عمر 4 شهور. حلو. الارانب ديت كانوا وقعوا على الارض. ذكور وناس، الذكور بتاعتهم اهي، الذكور اخواتهم اهي. الذكور اهي يا جماعه الصغيره. ماشي. دي الذكور الصغيره اللي عندي. حلو. دي ارنبه بابل مجربه تولد اهيت، لقحت من غير ما اعرف. ماشي اهيت. عمر 4 شهور، يعني لسه المفروض فاضل لها شهر ونبدا نلقح ايه الارانب. هي دلوقتي مجربه تولد. شوف بطنها صغيره قد ايه، يعني شوف هي صغيره لسه قد ايه وعامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. يعني هي تولد في خلال يومين 3 اهي. ماشي. والارنبه الوالده اهي يا جماعه الفلاين. بصوا يا جماعه الارنبه قد ايه. ماشي يا جماعه الارنبه كلها قد ايه. شوفوا اخواتها قد ايه. شوفوا اخواتها قد ايه المفروض يلقحوا العمر دي. الارنبه دي انا ما كنتش ملقحها اهي. دي فلاين ما كنتش ملقحها ولا في دماغي ولا اي حاجه. هم وقعت هي 3 4 ندايات بابيون مع الكرم الصغيرين اللي هناك دولت. لقحوهم من غير ما اعرف، لاني بالصدفه بمر من 3 4 ايام بمر على الارانب. تعالوا شوفوا الارانب الوالده اهيت كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي والده بقى لها قد ايه؟ والده بقى لها النهارده اليوم الثالث. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عدد اهيت ومرضعاه ومظبطاه اهيت. ادي 2 4 6 8 9 9 يا جماعه قدامكم اهيت. والده 9 اهيت اهي يا جماعه. ماشي. اطلعي اهم مرضعاهم وبصحه جيده و10 على 10. هقول لك دي ليه برضه. ماشي اهم يا جماعه. اقفلي اقفلي ما تقفليش، امسكي. اقول لكم ايه اللي حصل وعملت ايه بعدين، يعني اتصرفت ازاي برضه زي ما انت اهو. بصوا يا جماعه، انا طبعا كنت بمر من يومين 3 قدامكم، فاكرين ساعه ما كنت عامل حلقه انني بعالج الجرب والتسمغ والتهاب الدرع وقاعد امر في المزرعه. فاني بمر على الجنب الاخراني دي بتاع الامهات الشبابات اللي لسه هتطلع بعد شهر اللي عندي. لقيت ايه بقى؟ لقيت الارنبه دي بطنها مكرش جوه. قلت الارنبه دي مالها؟ عندها انتفاخ ولا ايه؟ بمسك لقيتها مجربه تولد. يا دوب حطيتها بالليل ولدت الصبح. يا دوب حطيتها بالليل ولدت الصبح. الارنبه دي تعلمنا ايه بقى؟ تعلمنا حاجتين. اول حاجه بسم الله ما شاء الله خصوبه عاليه وصحه جيده، علف جيد، علف جيد، علف جيد، علف جيد، علف جيد، علف جيد. برنامج ميه جيد، برنامج ميه يسند ظهر الارنبه، برنامج ميه مميز. حلو. النتيجه شكل ما انت شايف، ارنبه وقعت على الارض مع ذكر صغير. لقحت جايبه 9 ومرضعاهم النهارده عمر 3 ايام، مرضعاهم 100 100. دي يعرفنا حاجتين. طيب انت لما انت عندك ارانب زي ما تلقحهم بقى طبعا غلط. اكبر غلط ان الارنبه تلقح على 3 شهور. احنا قلنا حاله فرديه حصلت، حاله شاذه حصلت غصب عني ومش معايا لوحدها. اما لقيت الارنبه ديت مجربه تولد قلت لازم انا اشوف الارانب كلها بقى اللي هي زمايلها. شفت الارانب، طلعت 2، طلعت واحده بابيون اللي انا وريتها لكم الاول ديت، وطلعت ايه وما لقيتش بنديت والبابيون بس. لقيت برضه 2 عشر بس عشر صغير، يعني عشر 15 يوم كده. حلو الكلام.
يعني ايه يا جماعه؟ يعني تاخد بالك من الارانب، ما تخليهاش تقع على الارض، وايه، لانها ممكن يلقحوا بعض بعد. يعني يا عم الحاج الذكر 10 على 3 شهور، ايوه بيلقح على 3 شهور. طيب الارنبه دي الميزه فيها بقى ايه؟ ان ملقحه من ذكر صغير. الارنبه دي لو ملقحه من ذكوره كبيره زي دي يا جماعه، ركز معايا، لو ملقحه من ذكر كبير زي دي كان حصل لها تضخم حمل، تضخم اجنه، وعمل لها تضخم وما عرفتش تولد. ماشي؟ كانت عمل لها تضخم اجنه وما كانتش عرفت تولد. يبقى لازم تعرف حسابك الشبابات اول ولد، لازم تعشر من الذكور اصحابهم اخواتهم اول ولد. انا بلقح الشبابات من ذكور شبابات، وبلقح الامهات الوالده من ذكور كبيره. ما اقدرش القح، يعني انا عندي البابيونات دي كلها عايز اتلقح، نفسي اطلع عينه من الذكر دي، صور الذكر دي كده، عايز اطلع بابيون عملاق منديل. البابيون دي بسم الله ما شاء الله دخل على 7 كيلو اهو. ماشي؟ عايز اطلع منه سلاله، ما ينفعش اروح القح ارنبه بقى 3 كيلو الا ربع او 3 كيلو من ذكر 7 كيلو. هي هتمسك بس هتديني تضخم اجنه، حجم اجنه كبير. انما اما القحها من اخواتي الصغيرين دولت، والولد الاولاني والولد الثاني القحها منه، هجيب النتيجه اللي انا عايزها. يبقى الصبر مفتاح عبد الصمد. ماشي؟ كلام سليم. طب الارنبه دي ايه المميزات اللي هي عملت؟ ايه المميزات اللي هي عملتها؟ انها بسم الله ما شاء الله جابت لنا 9 ارانب. ايه المميزات اللي هي عملتها؟ انها بسم الله ما بنرضعهم وتظبطهم وتطلعهم. ايه العيوب؟ العيوب الارنبه ديت هتبقى تحت النظر بنسبه 95 ساعه في اليوم، على اساس ان هي ما يجيلهاش اسمه بسم الله ما شاء الله التهاب درع. لازم ناخد بالنا، لان اي ارنبه بتلقح قبل ال3 شهور او بعد ال3 شهور، من قبل ال4 شهور ب 10 ايام، يعني 4 شهور و10 ايام بتبقى كويسه. 4 شهور الا يوم بيبدا يجي الارنبه التهاب درع، التهاب رحم، مش عارف ايه. فديت هتبقى تحت النظر. يعني ايه؟ يعني هبص عليها كل مدى كده، ابص على الحلمات بتاعتها، لان الاعضاء بتاعتها ما اكتملتش. هي كل الميزه بس ان احنا بسم الله ما شاء الله رافعين بروتين العلف جامد، ورافعين برنامج الميه سطر مع الارنبه شويه، سطر الارنبه. يعني لو ارنبه الغذاء بتاعها مش كويس كانت ماتت باللي في بطنها وخلاص على كده. وعلى فكره الحاله دي مش اول حاله. ماشي؟ تاني حاجه، تكفل على الارانب الذكور جيد، تكفل على الارانب الذكور جيد، لان في سبب. خليكم فاكرين الارنبه برضه اللي جينا من اسبوع اللي جناها والدي، اللي هي الصفراء اسكندريه اللي كانت والده 10 برضه اول ولد، صغيره برضه زميلتي، كانت ملقحه من غير ما اعرف برضه، لانها لقحت. كنت لها تاريخ 23 وجيت لقيتها عامله قش، لما عامله صوف، حطيت لها ولاده ولدت. حلو الكلام؟ وتعرفنا حاجه كمان الحته دي. يبقى الحاجه دي تعرفنا ان احنا ناجحين بس مقصرين، ناجحين في شغلنا، علف مميز، علاج مميز، وفي نفس الوقت مقصرين ان احنا سيبنا الارانب تطلع على بعضها او تجزع على بعضها او تعمل من غير ما احنا ناخد بالنا، ما احنا لازمتنا بالمزرعه، ما ينفعش. كلام سليم. يبقى دلوقتي ربنا يصلح الحال، الارنبه والده قدامكم اهيت بسم الله ما شاء الله، صحتها جيده بسم الله ما شاء الله، خلفتها جيده بسم الله ما شاء الله، مظبط لها اللهم صل على سيدنا محمد البرنامج بتاعها، هناخد بالنا من ايه. ماشي؟ يبقى انت يا جماعه اي ارنب تلقحه من ارنبه، اي ارنب تلقحه من اي ارنبه بكر صغيره تلقحها من ذكر صغير، اي ارنبه كبيره تلقحها من ذكر كبير. البروتينات في العلف يا جماعه، علف جيد يصلب طول ارنبك، يصبغ الفطام. الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله عامل لكم حلقه مميزه جدا عن العلف. 3.5 زائد 3.5 تساوي 2 إلا حاجة. أظن ديت حاجة هنفسرها بالظبط. أعرفك الأوزان، المفروض تطلع على 60 يوم قد إيه وال70 يوم قد إيه، بالعلم وبالعقل وبكل حاجة. الحلقة اللي جاية هتبقى مميزة جدا، بس عندنا حلقة تسليم إن شاء الله بإذن الله. الحلقة الجاية هتبقى حلقة تسليم، وهعمل لكم حلقة بعدها عن العلف. يعني باذن الله يا جماعه هتبقى العمليه مميزه جدا. حلقه العلف يا جماعه دي هتبقى حلقه خطيره جدا، وهتبقى حلقه طويله، يعملها على جزئين، يعملها حلقه واحده طويله. هتبقى حلقه طويله جدا ومميزه جدا، هعملها على حلقتين ولا حاجه، لان هفصص لك العلف حته حته، وهفصص لك تحويل الارنب حته حته، وهفصص لك حاجات معينه انت اول مره هتسمع عنها في الارانب. واتحدى اي مزرعه في المعلومات اللي هتطلع دي ان شاء الله باذن الله، ان اي مزرعه هتعرف تديها لمربي صغير،
وليه انت بتاكل؟ ممكن تاكل علف بلاط والنتيجه ما تبقاش كويسه، ممكن تاكل علف كذا والنتيجه ما تبقاش بشكل بلاط. اعرفك حاجات، شويه حاجات كويسين جدا باذن الله الفيديو اللي جاي. وديت الارنبه، تعالوا اوريكم الارنبه اللي كان عندها، اوريكم الفرز المبكر بينجحنا فيه. تعالوا بسرعه كده نتحرك بس. مفيش حاجه، بسم الله ما شاء الله. ديت ماشي. الارانب الصغيره يا جماعه بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه الدليل ان السلاله نقيه. بصوا يا جماعه، طبعا هدف الارنبه دي يا جماعه، دي غلط يا جماعه، كده غلط، كده غلط على الارانب. الارانب ما تكبرش، صوري الارانب جو كده غلط، طالما ما فيش شعر هنا كده غلط. هعمل لها شعر ان شاء الله اما اجي من المشوار اللي انا رايحه. بص يا جماعه، دي دليل ان الدم النقي يا جماعه. من حاج واحد كان بيقول لي يا ابراهيم انا عايزك تحافظ على الدم العالي ده وما تعملش منه هجين وما تبوظوش. بص يا كبير، انا قلت هعمل هجين من بعضه بس هثبت السلاله. يعني ازاي؟ يعني مثلا هاخد ارنبه واحده هاي بلس، ارنبه بلاين، ارنبه اسكندريه، ارنبه كذا كذا، ودولت اللي هعمل عليهم منهم هجين. هعمل هجين عشان استحدث نوع يكون مميز شويه، انما الاصل لازم أنا احافظ عليه، يعني لازم يبقى عندي خطوط انتاج ثابته، فاهمني؟ تعالوا بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هلقح بقى الامهات ديت ان شاء الله باذن الله. اهي يا جماعه، بصوا يا جماعه اما تدفي الارنب، الارنب عضتنا يا جماعه ما ورانا. بصوا عضلنا اهيت وعضلنا اهيت اهوت، بس بحب الارانب اللي بتعض بسم الله ما شاء الله. ماشي. ماشي يا جماعه، امسكوا بقى اما اوريكم الحاجه اللي انا كنت عاوز اوريها لكم. في هنا ارنبي اهي. بصوا يا جماعه، بدايه يا جماعه، بدايه التهاب الدرع يا جماعه بتبقى حته حمراء زي دي، بتبقى حته حمراء. حته حمراء فين؟ في بوز بنعمل لها ايه بقى الحته دي عشان ما يجيلناش التهاب، عشان ما يجيش التهاب الدرع. بندهن مرهم زي ده اهو. يا جماعه اول ما بتلاقي اهو ماشي باين عندك اهو يا جماعه بتاع التهاب الدرع بتاع حيوانات اهو. اهي يا جماعه شايفين حمرا اهي، دي كانت حمرا وناشفه، حطيت لها البتاع اهي. بصوا بقت ايه؟ بقت طريه تاني وعاديه. خلاص كده الارنبه دي فلتت. ايه اللي بيحصل بقى منك انت عندك عشان يعمل لك التهاب درع؟ انا اقول لك انت بتعمل ايه. الارنبه اول ولد بتبقى الحلبه بتاعتها ضعيفه طريه. اول ما الارنب يقعد يعض فيها باسنانه فبتنشف وبتقشر. الارنبه بتتقلب، كل ما الارنب يجي يرضع من الحلبه دي تقوم واقفه، ما تخلوش يرضع منها. تبدا كل الحلمات تصفى الا دي تحصل فيها تحجر وتبدا تعمل خراج وكذا وكذا. فانت عشان ما تعملش القصه دي كلها، اول ما اي ارنبه بكريه عندك سواء سليم سواء مصابه سواء فيها اي حاجه، لازم تبص عليها كل يوم او كل 3 ايام وتديها مرهم من دي، سواء عندها حتت حمراء او ما عندهاش. طبعا يا جماعه شكرا جزيلا لكم على 6000 مشترك، شكرا جزيلا لكل اخواتنا في كل حته في مصر، شكرا جزيلا. احنا والله بنحب الناس كلها يا جماعه، والله مقصودنا من المشروع ده مكسب مادي ومكسب معنوي ومكسب من عند ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. علشان ما بحبش الكذب، بنبيع بنشتري وبنكسب، ربنا بيراضينا. عايزك انت تستفاد بمعلومه، لو انت خدت معلومه واحده هتكسب ماشي. لو انت عرفت تلقح الارنبه الصغيره دي بس من ذكر عامل ازاي هتكسب، بدل ما تلقحها من ذكر كبير ويحصل لها تعثر وتموت. لو انت خدت مننا معلومه واحده ادعي لنا عشان خاطرها، ادعوا ربنا يسترها معانا يا جماعه. شكرا لكل متابعينا بره مصر وجوه مصر وفي الدنيا بحالها، شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا من بره مصر يا جماعه، من السعوديه ومن الكويت ومن الاردن ومن جميع الدول العربيه، من فلسطين، من اي حته في العالم، شكرا جزيلا على المتابعه، شكرا جزيلا على التعليقات الايجابيه. بسم الله ما شاء الله، كلنا اخوات، كلنا واحد
خلي بالك معلومه واحده ممكن تفيدك تكسب، اسمع الفيديوهات، اسمع الناس كلها، اتعلم. اي واحد يا جماعه يرن عليا وانا تليفوني مقفول ببقى نايم، غير كده غير كده التليفون ما بيبقاش متاح. اخوكم ابراهيم بلاط، كفر الشيخ، سيدي سالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.